اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير. ازاي بمنتج فيديوهاتي؟ سؤال بتسأله كتير، فتعالوا مع بعض نعرف ازاي بمنتج فيديوهاتي من الشكل ده واخليها بالشكل ده. طريقه بسيطه جدا. بص يا سيدي، دي الطريقه اللي انا بستخدمها عشان اسعر شغلي. اول خطوه، تخيل نفسك شغال. هنعرف مع بعض الخطوات اللي بعملها بالتفصيل على برنامج كاب كات نسخه البي سي، وممكن تعمل نفس الخطوات ديت على كاب كات نسخه الموبايل. بس قبل ما نبدا حابب اقول لك ان احنا نزلنا فيديو شرحنا فيه برنامج وندر شير ديمو كريتور والمميزات الجديده اللي انضافت للبرنامج. وطبعا برنامج وندر شير ديمو كريتور هو برنامج لتسجيل الشاشه وعمل المونتاج بطريقه احترافيه مش هتلاقيها في اي برنامج تاني. وكمان في اخر تحديث نزلوا فيتشر جديده بالذكاء الاصطناعي هتخلي البرنامج في حته تانية خالص، زي ازاله العناصر من الفيديو بضغطه واحده، وتعديل شكل الاشخاص في الفيديو، واضافه سبتايتل تلقائي على الفيديوهات، وبرضه تحويل النص لصوت احترافي واقعي، وتغيير الاصوات في الفيديو، وعزل الضوضاء من الصوت. كل المميزات ديت شرحناها في الفيديو اللي فات، وهسيب لك رابط الفيديو في الوصف، وبرضه هسيب لك رابط تنزيل البرنامج. ويلا بينا نبدا في موضوع الفيديو. هنفتح برنامج كاب كات نسخة البي سي بالشكل ده، وهتلاقي رابط برضه تحميل البرنامج في الوصف. البرنامج مجاني 100%، وطبعا فيه مميزات زيادة عن نسخة الموبايل. وطبعا شرحنا ادوات برنامج كاب كات نسخة البي سي بالتفصيل، فهسيب لك رابط الفيديو برضه في الوصف لو حابب ترجع له. بعد ما فتحنا البرنامج بالشكل ده، عاوزين نضيف الفيديوهات اللي احنا هنشتغل عليها، فهنضغط على امبورت ميديا من هنا، فهنروح على ميديا وبعدين نضغط على امبورت ميديا عشان نضيف الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه بالشكل ده. بعد ما ضفنا الفيديو هنسحبه للتايم لاين عشان نشتغل عليه. زي ما انت شايف الفيديو متصور بكل الغلطات بكل حاجة. ازاي تسعر شغلك كجرافيك ديزاينر؟ طيب ايه الخطوات اللي المفروض امشي عليها عشان امنتج الفيديو بتاعي؟ اول خطوه انا بعملها اللي هي تعديل الالوان. بعدل الالوان على الفيديو كامل قبل ما اقطع الفيديو، بحيث بعد ما اقطع الفيديو ما اروحش الون مشهد مشهد، لا انا بلون الفيديو كامل مره واحده وبعدين اقطع الفيديو. فتعالوا نعرف ازاي هنلون الفيديو بتاعنا. عشان نلون الفيديو بتاعنا هنروح على ادجستمنت، طبعا ادوات التعديل بتكون في الجزء اليمين، فهنروح على ادجستمنت بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لك احنا شرحنا ادوات البرنامج بالتفصيل في فيديو قبل كده، فالنهارده بس هنشرح عمليه التعديل، مش هنشرح كل اداه بالتفصيل، بس هقول لك الاداه بتعمل ايه اكيد. فاول حاجه عندنا اللي هي الكلر. اول حاجه في الكلر اللي هي التمبريتشر. انا عاوز الوان الفيديو دافيه ولا كولد، فانا هخليها كولد بالشكل ده، يعني مايله للزرقان بالشكل ده. بعد كده الهيوج، انا عاوز طبيعه الفيديو او درجه لون الفيديو عامله ازاي، فانا هخليها مايله للاحمرار شويه بالشكل ده. بعد كده الساتوريشن اللي هي تشبع الالوان، برضو هزودها شويه عشان ادي الالوان تشبع. بعد كده هنخش على جزء اللايتنج. اول حاجه في اللايتنج اللي هي البرايتنس اللي هي اضاءه الفيديو، فهزودها حاجه بسيطه. بعد كده اللي هو الكونتراست اللي هو التباين بين الالوان، كل ما زاد الكونتراست كل ما هيحصل لي تباين بين الالوان ويديني حده بين الالوان اكتر في الفيديو. بعد كده الهايلايت. الهايلايت اللي هي الاماكن المضيئه، فهزودها شويه برضو. بعد كده الشادو اللي هي عكس الهايلايت اللي هي المناطق المظلمه او الظلال. بعد كده البلاك اللي هو اللون الاسود في الفيديو، فهخليه زي ما هو. بعد كده اللامينيشن اللي هي اضاءه الالوان، فهزودها حاجه بسيطه برضو. بعد كده نيجي للإفكت، وانا مش حابب اغير فيها اي حاجه فهسيبها زي ما هي. بعد كده هنروح على ال HSL وهنتحكم في كل لون لوحده. هنلاقي عندي مجموعه من الالوان ممكن اتحكم في كل لون زي ما انت شايف. فمثلا في اللون الاحمر من هيوج هغير الدرجه بتاعته بالشكل ده. بعد كده اللون البرتقاني، طبعا اللون البرتقاني هتلاقيه في الخلفيه وبرضه واخد لون البشره، فهغير الدرجه بتاعته بالشكل ده. بعد كده اللون الاخضر، طبعا اللون الاخضر مش موجود في الفيديو فمهما اغير فيه مش هيتاثر. بعد كده اللون الازرق برضه هيغير في الهيوج بتاعته اللي هي درجه اللون، وهنا برضو هغير في درجة اللون وهغير في البرايتنس اللي هي إضاءة اللون. وهكذا في باقي الألوان. وبكده عدلت في ألوان الفيديو. بعد كده محتاج أعمل تنعيم للبشرة وتعديل في الوش، فهنروح على فيديو وبعدين هنروح على انهانس ونفعل أداة الفيس. وبعد كده هنزود السموث شوية بالشكل ده اللي هي عن طريقها بعمل تنعيم للبشرة. بعد كده هزود البرايتنس اللي هي اضاءة الوش بالشكل ده. بعد كده اداة الوايت تيس اللي هي هزود لي اللون الابيض الخاص بالاسنان عشان لو الاسنان فيها اصفرار. بعد كده هنروح على الفيشل بيوتي اللي من خلالها تقدر تتحكم في تفاصيل الوش، مثلا ممكن تكبر العينين او تصغرها، او ممكن تصغر المناخير او تكبرها، وهكذا في اي تفاصيل خاصة بالوش زي ما انت شايف كده. طبعا انا مش هغير في الوش حاجة، طبعا انا مش هغير في تفاصيل الوش، هسيبها زي ما هي. بعد ما عدلنا الالوان ايه الخطوة اللي بعد كده؟ محتاج اغير الخلفية، فهروح على فيديو وبعدين كات اوت، وعشان احذف الخلفيه هنستخدم الاوتو كات، فهنفعل الاوتو كات من هنا بالشكل ده. طبعا بياخد وقت عبال ما يحذف الخلفيه على حسب مده الفيديو بتاعك.
فهو قبل ما يخلص هنروح نضيف الخلفيه اللي احنا هنستخدمها. هنروح على ميديا وبعدين هنضغط على امبورت ميديا ونضيف الخلفيه بالشكل ده. انا هستخدم الخلفيه ديت، طبعا هو حذف لي الخلفيه زي ما انت شايف، فهسحب الخلفيه واحطها في التايم لاين بالشكل ده واحطها مع الطبقه الاساسيه عشان عاوز طبقه الخلفيه تكون تحت وعاوز طبقه الشخص هي اللي تكون فوق، فهحرك طبقه الشخص لفوق واخلي طبقه الخلفيه هي اللي تحت بالشكل ده. بعد كده هكبر صوره الشخص واخليها على قد الخلفيه بحيث الاتنين يكونوا متماشيين مع بعض وتكون واقعيه. برضه زي ما انت شايف الوان الشخص مش زي الوان الخلفيه، وزي ما انت شايف اضاءه الخلفيه مش نفس اضاءه الشخص، فمحتاجين نعدل اضاءه الشخص عشان تتماشى مع الخلفيه. فهنحدد طبقه الشخص وبعدين هنروح على بيزك وبعدين هنروح على اداه الريلايت، وطبعا دي من اهم الادوات اللي موجوده في كاب كات، والاداه ديت مش هتلاقيها في اي برنامج تاني. الاداه ديت من خلالها ممكن تعدل في اضاءه الفيديو بشكل احترافي، وهنعرف ازاي مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنفعل اداه الريلايت بالشكل ده وهنضغط هنا عشان نضيف الاضاءه ديت ونغير فيها زي ما انا عاوز. اول حاجه هنغير في لون الاضاءه، فهنضغط هنا ونختار لون الاضاءه وهنخليه اللون الازرق نفس الإضاءة اللي موجودة في الخلفية بالشكل ده. كده هنزود الانتنسيتي اللي هي شدة الإضاءة طبعا على حسب الفيديو اللي عندي، وليكن بالشكل ده. بعد كده برضو محتاج أضيف إضاءة باللون البرتقاني، فهنضغط على لايت 2 ونسحب الإضاءة بتاعته ونخليها بالشكل ده. بعد كده هغير لونها للون البرتقاني زي ما انت شايف، وأقلل الانتنسيتي بتاعتها شوية، ومثلا هزود الهايلايت اللي هي الاضاءه بتاعتها شويه وهكذا. فانت بتعدل في الاعدادات بحيث تتماشى مع الفيديو، وبكده ظبطنا اضاءه الشخص بحيث تتماشى مع الخلفيه، وكده الشكل بقى واقعي اكتر. زي ما انت شايف ده قبل اضافه اللايتنج وكده بعد اضافه الاضاءه، طبعا فرق كبير جدا. بعد ما عملنا الاضاءه وظبطنا الالوان وضفنا الخلفيه، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده اللي هي تقطيع المشاهد. انا هقطع المشاهد بتاعت اللي محتاجها واحذف اللي مش محتاجها، طبعا عشان في مشاهد متصوره فيها غلطات وفيها لقلقه، فانا هشيلها واخلي المشاهد بس اللي انا عاوزها. فابدا اشغل الفيديو بالشكل ده واسمع المشاهد واحدة واحدة، وبعدين هقطع المشاهد اللي انا عاوزها واحذف المشاهد اللي انا مش عاوزها. ازاي تسعر شغلك كجرافيك ديزاينر بالشكل ده؟ طبعا بتقطع المشاهد من هنا، بتضغط على سبليت. طبعا عندنا 3 ادوات للسبليت واحنا عندنا 3 ادوات للتقطيع. اول اداه معانا اللي هي السبليت العادي اللي هي بتقطع لك مكان ما انت واقف، الاداه الثانيه بتقطع وتمسح الجزء اللي على الشمال، والاداه الثالثه بتقطع وتمسح الجزء اللي على اليمين. وتعالوا نشوف ازاي مع بعض. فبدايه الجمله اللي انا عاوز اقطعها هتكون هنا، ودي نهايه الجمله اللي انا عاوز اقطعها، فاقف عند نهايه الجمله واضغط سبليت. بعد كده هروح على بدايه الجمله واضغط على الاداه الثانيه اللي هي هتقطع لي وتمسح لي الجزء اللي على الشمال عشان مش محتاجه وهكذا. بعد كده هحرك واسمع الجمله اللي بعد كده، مثلا هروح على نهايه الجمله بالشكل ده واقطع من هنا، واروح على بدايه الجمله برضو واقطع من الاداه التانية عشان تمسح لي الجزء اللي على اليمين، واخد الجزء اللي انا قطعته ده واسحبه واحطه في ريح الجزء الاولاني بالشكل ده. وهكذا هتقطع المشاهد بتاعتك لغايه ما تخلص الفيديو بتاعك. وكده خلصنا عملية تقطيع المشاهد، وتعالوا نشوف بعد ما قطعنا ازاي تسعر شغلك كجرافيك ديزاينر. السؤال اللي ملوش اجابه، بس انا هقول لك على الاجابه بطريقه بسيطه جدا. بص يا سيدي، دي الطريقه اللي انا بستخدمها عشان اسعر شغلي. زي ما انت شايف الفيديو باين واقعي جدا والجمل ورا بعضها. بعد ما قطعنا المشاهد بالشكل ده، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده المفروض اضيف الماتيريال او العناصر اللي بتدل على محتوى الفيديو او بتدل على الكلام اللي بيتقال في الفيديو. مثلا تعال نشوف اول مشهد. يعني هنا اول مشهد بيقول لك ازاي تسعر شغلك كجرافيك ديزاينر، يعني بيتكلم عن الفلوس عامه، فعاوزين نضيف حاجه لها علاقه بالفلوس. فمثلا هنضيف فيديو اللي هو ماني اوفرلي. هنروح على ميديا وبعدين نضغط على امبورت ميديا ونضيف الفيديو بالشكل ده، وبعدين نسحبه ونحطه في التايم لاين. بعد كده محتاجين نحذف الخلفيه السوداء بالشكل ده. طبيعه الفيديوهات ديت ما بتتحذفش بالكات اوت، ليها طريقه تانية في حذف الخلفيه اللي هي عن طريق البلاندنج. فهنروح على بيزك وبعدين هنروح على بلاندنج وبعدين نغير البلاند مود على حسب الفيديو بتاعي. يعني مثلا لو الحاجه اللي احنا عاوزينها في الفيديو مضيئه، فهنختار برايتنس او سكرين او سوفت كلر وهكذا. فخلينا مثلا نختار سكرين وهتحذف لي الشاشه السوداء بالشكل ده. بعد كده محتاجين نرجع الفيديو ده او الافكت ده ورا الشخص، فعاوزين نغير في ترتيب الطبقات.
فهنزل لتحت واروح على لير واغير ترتيب الطبقه واخليها واحد بالشكل ده بحيث تبقى قبل الشخص. بعد كده هنكبر الفيديو اللي ورا الشخص بالشكل ده بحيث يتماشى مع الفيديو، وهكذا في باقي المشاهد. هتضيف العناصر اللي بتدل على المحتوى بتاع الفيديو او الكلام اللي بيتقال في الفيديو. طب تجيب العناصر دي ازاي؟ برضو شرحنا في فيديوهات قبل كده ازاي تجيب الماتيريال اللي انت تستخدمها، وهسيب لك رابط الفيديوهات دي في الوصف. المرحله اللي بعد كده ايه؟ بعد ما ضفنا الماتيريال على الفيديو، الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده هي من اهم الخطوات واللي بتدي شكل تاني للفيديو بتاعك، اللي هي الترانزيشن، اللي هي الانتقالات بين المشهد والتاني. ازاي اعمل انتقاله بين المشهد والتاني؟ فهروح على اداه الترانزيشن وهنلاقي عندي انواع كتير من الترانزيشن زي اللايتنج والجليتش والبيبر وهكذا. طبعا على حسب محتوى الفيديو بتاعك انت بتختار الترانزيشن، وانا اكتر ترانزيشن بفضله اللي هو اللايتنج، وده بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي كلها عشان بيدي شكل تاني للفيديوهات. فخلينا مثلا نضيف لايتنج افكت بالشكل ده زي ما انت شايف بيدينا شكل حلو للفيديو، وهكذا بين كل مشهد والتاني. هحط الترانزيشن المناسب بالشكل ده، وهيطلع لي ده الشكل النهائي في الاخر. السؤال اللي ملوش اجابه، بس انا هقول لك على الاجابه بطريقه بسيطه جدا. بص يا سيدي، طب نيجي بقى للخطوه المهمه جدا واللي هتدي شكل تاني للفيديو بتاعي، اللي هي اضافه السبتايتل للفيديوهات، اللي هي بتكتب لي الكلام اللي بيتقال تلقائيا على الفيديو. وطبعا الميزه ديت موجوده في برنامج كاب كات، والميزه مجانيه وكمان بتدعم اللغه العربيه. طب ازاي نضيف السبتايتل للفيديوهات بتاعتي؟ بكل بساطه هنلاقي اداه فوق اسمها كابشن، هنضغط عليها بالشكل ده وبعدين نختار لغه الفيديو من هنا اللي هي العربي، وبعدين نضغط جنريت. هيعمل لي الكابشن على الفيديو بالشكل ده، وهيخلي لي النص في لاير لوحده زي ما انت شايف عشان اعرف اتحكم فيه. طيب الكلام هنا باين صغير جدا، فانا عاوز اكبره واديله افكت معين، فهنروح على الجزء اليمين واختار تمبلت. انا عاوز كلمه واحده بس هي اللي تظهر مع الكلام بحيث تكون كبيره وتكون ظاهره، فهختار التمبلت ده اللي هو بيظهر لي كلمه بكلمه. بعد ما اخترت التمبلت زي ما انت شايف هكبر الكلمه بالشكل ده. بعد كده محتاج اغير الافكت اللي عليها، يعني مثلا اضيف لها خلفيه، اغير في اللون بتاعها، اغير في الخط وهكذا. فهنروح على بيزك. اول حاجه هنغيرها اللي هو نوع الخط، فهنضغط هنا ونغير نوع الخط بالشكل ده. بعد كده محتاجين نعمل خلفية للخط، فهننزل تحت ونروح على باك جراوند ونختار خلفية للخط بالشكل ده. فهنروح على النوع التاني اللي هو ده ونختار النوع ده من الخلفية بحيث يكون على قد الكلمة بالظبط، واغير لون الخلفية من هنا. وتعالوا نشوف الشكل النهائي بعد ما ضفنا السبتايتل وخلصنا مونتاج. شغلك كجرافيك ديزاينر، السؤال اللي ملوش اجابه، بس انا هقول لك على الاجابه بطريقه بسيطه جدا. بص يا سيدي، دي الطريقه اللي انا بستخدمها عشان اسعر شغلي. اول خطوه، تخيل نفسك شغال في شركه وحط لنفسك مرتب منطقي وليكن $1000، يعني $33 في اليوم. وخلينا نفترض ان احنا بنشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني في الساعه الواحده $4. وبكده احنا حسبنا قيمه الشغل للساعه الواحده. بعد كده لما عميل يجي يطلب منك تصميم، هتشوف التصميم ده بياخد كام ساعه شغل وتضرب عدد الساعات في $4، هيطلع لك سعر التصميم. بس يا سيدي، في امان الله. زي ما انت شايف الفيديو بقى احترافي جدا واختلف 180 درجة كإضاءة وكألوان وكباك جراوند وكسبتايتل وكطريقة مونتاج وكل حاجة. بس يا سيدي، ودي كانت طريقتي في مونتاج فيديوهاتي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في امان الله.